ارجع لك يا استاذ مجدي. هم 3 نقاط. خلينا ابدا معاك الاول من منطلق اللي ما حضروش الاحزاب، اللي ما حضرتش ومنها حزب حضرتك التاريخي. الوضع هيبقى ازاي؟ شفتوا ان ده تجاهل، اعتبرتوا يعني ان هذا تجاهل سياسي من القياده ولا اعتبرتوا ايه اولا؟ خليني معاك في النقطه. طيب، رقم واحد انا بشوف ان دي مشكله بروتوكوليه مش مشكله رئيس. يعني انا مش متصور ان الرئيس انتقل الاحزاب اللي هيقعد معاها. انما انا بعتقد ان دي مساله بروتوكوليه بالدرجه الاولى وخطا بروتوكولي بالدرجه الاولى. انما ما اعتقدش ان في توجيهات من رئيس الجمهوريه انا هقعد مع دول ومش هقعد مع دول. يعني دي رقم واحد. خطا بروتوكولي طبعا. ان انا اسيب اكتر من 30 حزب ما اخدوش. طب ممكن نفسرها ازاي؟ واغلبها من احزاب الثوره. يعني اغلب الاحزاب اللي ما حضرتش احزاب ما بعد الثوره. شوف انا عايز اقول لحضرتك حاجه بسيطه بالنسبه للجزئيه دي. رئيس الجمهوريه محتاج ايه؟ رئيس الجمهوريه مش محتاج ان احنا نقول ان كل حاجه جميله وان كل حاجه صح، بالعكس. ان احنا نلقي الضوء على النقط اللي فيها مشكله. من الحاجات اللي فيها مشكله اللي سياده اللواء كان بيتكلم فيها هي مساله الدستور رقم واحد، مساله الدوائر الانتخابيه واتساع الدوائر الانتخابيه. لازم نقول ان نفس النظام القديم هو اللي شغال النهارده. نفس النظام القديم بنفس افراده وبنفس اجهزته هو لان مش ممكن هيتغير الصف الثاني والثالث ما بين يوم وليله. الناس دي هي اللي عملت الدستور، الناس دي هي اللي عملت القوانين الجديده، الناس دي هي اللي وسعت الدوائر بالشكل ده. احنا بنشفق على رئيس الجمهوريه من الصف الثاني والثالث. فبالدرجه الاولى احنا بنقول لازم يكون في فكر جديد. بمعنى ايه فكر جديد؟ ايه الفرق ما بين الناس اللي عاشت ال30 سنه اللي فاتوا في حضن النظام وما بين الجيل الجديد اللي احنا بننادي ان هو ياخد حقه وياخد دوره، ابن سياده اللواء وابني والاجيال الجديده دي كلها. ايه الفرق؟ الفرق النهارده لما وزير التنميه المحليه حب يعمل حاجه للشعب او يقول للشباب ان هو هيعمل حاجه، قال ايه؟ قال ان احنا خصصنا 20 مليار لاقامه مشروعات لتشغيل الشباب. مع احترامي ليه، وده راجل انا شخصيا بحترمه لان انا من جنة وشفت الراجل ده عمل ايه في محافظه جنة، يعني راجل بيشتغل كويس. لكن اكتر من 7-8 افراد من حزب حراس الثوره مقدمين دراسات كامله. الدراسات دي لو بمليار فقط ممكن تشغيل 500,000، والمليار دي تعمل مردود سنوي 4 مليار. يعني مش هناخد من خزينه الدوله علشان ما نرجعش، لا، ده احنا بالنسبه لنا من خلال الصندوق الاجتماعي هيتم عمل مشروعات بالتنسيق مع الدوله وليها مردود 4 مليار سنوي. الكلام ده انا مسؤول عنه ودي دراسات موجوده. الشباب عندهم افكار وعندهم تصورات غير الجيل اللي فات خالص. ايه منطلقي انا وايه منطلق ابني؟ انا كنت بلعب بحاجات غريبه كده وانا صغير وبصنع اللعبه اللي انا بلعب بيها. ابني بكليك بينفتح على العالم. الجيل الجديد لازم ياخد حقه. الناس اللي اتربت في حضن النظام السابق ما بنقولش عليهم لافزين او غير الفاسد معروف وغير الفاسد معروف، ولا بنقول الحزب الوطني وما الحزب الوطني. مش عايزين نقول الكلام المكرر. انا مش عايز اقول الكلام المكرر، انا عايز اقول الواقع. انا عايز القي الضوء قدام رئيس الجمهوريه على الواقع. احنا بالخطوات اللي احنا ماشيين بيها دي لا يمكن هنتقدم. النهارده لما يبقى عند حضرتك رئيس الجمهوريه قال الشباب وقابل مخترعين الشباب وقابل كل الدوله قامت مره واحده وكله قرر نفس كلام السيد رئيس الجمهوريه. هل حد قال ان احنا هنعمل كيان هيتولى تطبيق هذه الاختراعات؟ عارف يعني ايه اختراعات؟ شاب من شباب الحزب مقدم اختراع، مش قلنا بقى مساله نظريه وكلام مكتوب على الورق، ده احنا تولينا انتاج هذا الاختراع وعملنا النسخه الاولى منه. طب الاختراع ده يقدم ايه لمصر؟ الاختراع ده بمنتهى البساطه تحويل السولار الى غاز. بيوفر 73% من السولار. ده يديك رقم لا يقبل الشك. يعني انتوا جربتوه؟ جربناه وعملناه وتنفذ. يعني على العربيه يعني بالجاز يعني ولا جربته ازاي؟ ده تم تطبيقه على الافران اللي بتنتج العيش. وهو نفس الاختراع ده يتم تطبيقه على مزارع الدواجن اللي النهارده مزارع الدواجن هي اللي عامله ازمه البوتاجاز. خلينا اقف معاك بس اطلع فاصل وارجع للنقطه دي مهمه لازم اتكلم عنها بأريحية.